للقطط واسمعوا معنا بعض تفاصيل الحقيقة خايبة شوية نسمعوها على لسان ناشطة بالمجتمع المدني مدام ياسمين سعد الله من أكودة تحكي لنا تفاصيل اللي صار وشنو كيفاش هما كجمعية سمعوا وشنو اللي صار من بعد تفاصيل الكل في زوم 73. قبل هذايا مدام أحلام من القلعة الصغيرة حابة تشاركنا فيما يخص موضوع 83 كيلوغرام من المخدرات في القلعة الصغرى نعرفوا رايها في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. مدام أحلام نهارك زين. عسلامة نهارك زين. مرحبا بيك على موجات نجمة فام. يعيشك مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. شكرا ليك. دونك حبيت تشاركنا رايك فيما يخص عملية الإتلاف اللي صارت بالنسبة ل 80 كيلوغرام من المخدرات في القلعة الصغرى. والله أنا نستغرب معناها احنا نعانيو في التلوث ديجا من مصنع الأيجو بالقلعة الصغيرة ويتم معناها إتلاف كمية كبيرة كما هذه معناها من زطلة في المصنع. نستغرب معناها ما فماش حتى حلول أخرى ولا طرق أخرى معناها بخلاف انه اتلافها يتم في معمل اللاجور. احنا ديجا مازلنا نعانيو منه المعمل هذايا وفي قلقكم شويه دخان البارح. قلقنا هو ديما مقلقنا معمل اللاجور وكمل قلقنا امبارح وهذا اللي رافضينه نحن كمواطنين في القلعه الصغيره كنشطاء في المجتمع المدني. فما برشا حلول بديله تنجم تلقاها راهو الدوله مش بالضروره تحرق في معمل اللاجور. وخاصه والله الكميه كبيره معناها انا نستغرب. كمية كبيرة 80 كيلوغرام وحتى الصور موجودة أيمن كانت عندنا تصويرة. دونك الدولة تقول لك ما عنديش بلاصة أخرى ما نجم كان غاديك الفرن هذاك الوحيد اللي نجم يستوعب الكمية هذه وتصير فيه عملية الإتلاف. والله هي نتصور كيما معناها قادرة تتلف لهنا قادرة تلقى أي طريقة أخرى ولا أي حل آخر معناها باش تتخلص من المادة هذه. احنا راهو المعمل هذا يسبب لنا ديجا بالدخان نتاعو في أمراض القلب والشرايين والسرطان وحتى وفيات يومية وهذا قالته معناها وزارة الصحة في تقرير مع نتاعها والمصنع هذا صادر فيه قرار بالغلق ولحد الآن ما تنفذش. معناها فوق التلوث تزيدوا تتلفوا مادة كما هذه مادة مخدرة تزيدوا تقلقنا أكثر وبكميات كبيره مش حتى كميات صغيره معناه. راهو الاستهتار بصحه المواطن ما يلزمش نطبعوا معاه راهو. فهمت سألني معناها شنو ما عندهاش حل تلقى حل. مش كل الحلول تاتي على معناها على مصلحه المواطن وعلى حساب صحته راهو. شكرا. نستنكروه هذا اللي رافضينه معناها كاهالي القلعه الصغيره وديجا شفتوا حتى حمله في اللي باج فيسبوك على جروب فيسبوك على الحكايه هذه. بالنسبه لنا رانا احنا معناها بالحق صحتنا قبل كل شيء والدوله يلزمهاش تطبع مع هذه عقليه مثالش وخلي المره هذه وديما ومثالش وفي والضوء لا صحتنا قبل كل شيء وهذا حق دستوري نتصور. انتم اليوم متغشين كما قلت انت وصارت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي البارح من طرف النشطاء في القلعه الصغيره متغشين على عمليه الاتلاف اللي صارت وكانه حسيتوا رويحكم معناتها فما شويه نوع من الاستهتار بصحتكم. استهداف نوع من الاستهداف اي خاطر المعمل علاش استهداف؟ خاطر سامحني لازم ما تسكرش اللي هو الغازات نتاعو معناها سامه زيد من فوق باقي احنا معناها تتلف معناها شويه زطله ولا معناها مش شويه نحكي على كميات كبيره. معناها هي المنطق نتاعها تقول لك شويه ماهوش شويه كميات كبيره راهي هذيك تقلق صحه المواطن راهي هذيك تمسنا. احنا رانا ما عادش نسكتوا على حقوقنا بالحق ما عادش نسكتوا على حق الصحه هذا حق دستوري نتصور. وهذا اللي يخلينا نتغشوا مش ديما ما نمثلش ما لازمش نطبعوا مع العادات هذه راهي العادات هذه مرفوضه. واضح مدام أحلام. شكرا ليك على التدخل معنا ان شاء الله نهارك مبروك. ميرسي بوكو. تحيه ليك وتحيه للناس اللي يسمعوا فينا في القلعه الصغرى. انتم زاد على ذمتكم 73 278 600 مازلنا مواصلين معكم ان شاء الله حتى نص النهار. زوم 73.